السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ رضا البسيط. وصفتنا اليوم ملاوي كيجو رائعين وكيخرجوا كمية وفيرة. غادي ندوز معكم المكونات. عندي جوج زلايف ديال الدقيق الابيض نوعية جيدة، غادي نضيف عليهم زلافة مع مراش ديال الفينو، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال سكر حبيبات، وغادي نجمع العجين بدون دلك ولا مجهود بالماء الدافئ. ممكن تدلكوها الا كنتو باغينها في الحين كتعطي نفس النتيجة. هنا بعد ما جمعت العجين غادي نجيب واحد البلاستيكة اللي مدهونة بزيت المائدة من الداخل، وغادي نوضعها فيها ترتاح حتى نسالي، وغادي نرجع معكم بعد ما رجعت للعجين. لاحظوا القوام ديالها ملي كترخف وترتاح. غادي ندوزو للتوريق. عندي قليل من الفينو، خمارة، الزبدة. غادي نوضع الخمارة مع الزبدة، ممكن تخلطوا العناصر بثلاثة، انا هنا خليتهم كل واحد بوحدو. ما صورتش معكم او ما حطيتش الزيت ديال المائدة اللي غادي نستعن به. هنا قطعت العجين الى 6 القطع، لانني كل قطعه تقريبا غادي نقطعها على 3. بالنسبه للحجم كيبقى لكم نتوما الاختيار، ممكن تقسموها غير على جوج، تقطعوها على الكميه القياس اللي بغيتو. غادي نعملهم حريبلات وغادي نوضعهم في واحد الطاوه ونغطي عليهم بلاستيكه، وغادي ندوز الاولى. هنا غادي نبسط معكم العجين بهذه الطريقه. انا هنا غادي نعطيها كما كنقولوا العرض اكثر من طول كما قلت لكم، حيت غنقطعها على 3. هنا غادي ندهن بالزبده وكنرش بالقليل فقط ديال الفينو، وكنستمر بالتوريق في نفس الكيفيه حتى يبان ليا سطح العمل، ونستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله بهذا الشكل. كندهن بالزبده ونرش بالدقيق الفينو. هنا ملي ساليت غادي نوضعها في الطاوه اللي دهنتها من قبل بالزيت. مني ساليت الكميه كامله انا غادي ندوز نقطعهم، تقريبا كنقطعهم على 3. وكما قلت سابقا الحجم كيبقى ليكم نتوما الاختيار. كنقطعهم بهذه الطريقه كيخرجوا ليا تقريبا واحد 18 حبه، كميه لا باس بها. وغادي ندوز نطيبهم مباشره بعد ما سخنت المقلاة. غادي نبدا بالاولى. هنا غادي نبسط معكم بهذه الطريقه، تنظن طريقه مفهومه فقط للتوضيح للمبتدئات. انا هنا رققتها لان غتلاحظوا كيفاش غادي تنفخ، لان يعني فيه خماره فوريه. كنرشوا المقله بقليل من الزيت فقط، انا ما كنكثرش، وكنقلبها مباشره، وكنبقى نستمر بهذه الطريقه في التقليب ديالها من الجهتين. ما تنقصوش العافيه بزاف، لان كيبغي هو العافيه باش يتنفخ، باش كيجي محلول. وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي، راه كيجي غزال مورق. غادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. بعد ما ساليت، هذا هو الشكل ديال الملوي، كيجي رائع محمر مورق. جربوه ما غتندموش. ما تنسونيش في الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد.